الفنون مش جنون مع عمر الفيومي على راديو كيمت، محطة على المحطة. أهلا بكم في برنامجنا الفنون مش جنون. معاكم الفنان التشكيلي عمر الفيومي. موضوع حلقتنا النهاردة عن الخيال. تفتكروا حد فينا يقدر يمسك الخيال؟ طبعا لا، بس هو موجود عند كل واحد فينا. كلنا عندنا القدرة على التخيل، بس بتختلف من واحد للتاني. ده اللي بيفرق الفنان أو المبدع عن الإنسان العادي. كلامي طبعا مش بيقلل من الإنسان العادي أبدا، هو اختار أو الظروف حطته في مكان ما بيستخدمش فيه خياله، يعني ببساطة معطله وركنه على جنب. نقول بشكل تاني، لما صاحبك بيحكي لك موضوع وانت بتسمعه بيكون خيالك شغال معاه وبيكمله جوه دماغه. يعني كل المصممين والمخترعين في كل الدنيا قبل ما يعملوا اختراعاتهم او شغلهم بيكونوا قلبوا الموضوع في دماغهم وخيالهم اكتر من مرة. مش عاوز اطول عليكم، بس في حكاية لطيفة ذكرها الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الاسبق في كتابه عن الخيال. قال فيها انه في ليلة من ليالي عام 2003 مواطن بسيط صيني اسمه بينج تسونج شاف حلم انه طاير في الفضاء. الحلم ده عمل له حالة من السعادة والانبساط، لدرجة انه لما صحي من النوم قرر انه ينفذ الحلم ده ويطير. قرر انه يصنع طيارة، وقعد 5 سنين شغال على الفكرة دي لغاية ما عمل طيارة هليكوبتر صغيرة طار بيها حوالي 5 كيلومتر. صحيح هو صرف كل ما يملك، بس في الآخر حقق حلمه واستمتع وهو شغال فيها خلال ال5 سنين دول. وطبعا استمتع وهو طاير وشايف الدنيا من تحته، وحقق الحلم اللي استخدم فيه خياله. ده يخلينا نعرف قد ايه الخيال مهم ونعمة كبيرة، لأنه لو ما عندناش خيال الحياة هتبقى صعبة وممكن كمان مستحيلة، وكل حاجة هتبقى شبه بعضها، ويمكن كمان ما يبقاش في حياة من أصله. خلصت حلقتنا النهاردة. كان معاكم عمر الفيومي الفنان التشكيلي في برنامجنا الفنون مش جنون على راديو كيمت، محطة على المحطة. كنتم مع الفنون مش جنون مع عمر الفيومي على راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.